هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى. أحييكم، أنا أمال علي اليوم وأرافقكم مع زملائي على مدى الساعة. هذا اليوم 11 من إبريل من عام 2015. نبدأ وكالعادة بنشرة للأخبار. تستمعون بعد ذلك إلى الأستاذ أحمد القيسي في حوارات في فضاء مكشوف، ومن ثم يقدم لنا الزميل الأستاذ جمال عثمان همد فقرته بعنوان الشعر البديع والمنع الشنيع. أعزائي المستمعين، وبعد ذلك وفي ضوء الأزمة اليمنية والتحالفات التي حولها، تناولت العديد من الأقلام العربية الدور الإريتري ودور الحكومة الإريترية في هذه الأزمة. اليوم نحن سنعكس على إحدى النماذج التي تتناول إريتريا في هذا الموضوع، وهذا لا يعبر إلا عن وجهة نظر كاتبة. المقال بعنوان يقظة متأخرة خير من سبات مستديم، أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي ونحن، بقلم الأستاذ الدكتور عبد الله العبد القادر، وهو عضو المجلس العلمي للجمعية العلمية للكوارث الكونية في ميونخ بألمانيا، وعضو المجلس العلمي الاستشاري لمعهد رياضيات القلب الأمريكي. وتتخلل ساعة اليوم العديد من الفقرات المنوعة. ابقوا معنا وأهلا بكم. لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يفور قيصر جديد. لا 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 لا, لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يفوت قيصر جديد، وبعد كل سائر يموت أحزان بلا جدوى، ودمعة سدى دمعة سدى أحتاج دوزنة وتلا جديدا لا يضيف إلى النشيد سوى صوت المنتدى.
في نشرة هذا المساء: ندرة في عملة النقفة والعملات الأجنبية، وغالبية قوات الدفاع الإريترية لم تتلقى راتبها ل3 أشهر. وتفشي ظاهرة السرقة والاغتصاب والقتل في ظل حكومة الاستبداد. الأخبار بالتفصيل. أكدت الأنباء الواردة إلينا من إريتريا أن غالبية أفراد قوات الدفاع الإريترية، خاصة تلك الوحدات البعيدة عن الحدود، لم تتلقى مخصصاتها المالية لمدة 3 أشهر، ولم تجد الأسباب التي أدت إلى ذلك تفسيرا واضحا ومحددا. ولكن تجلت تداعياتها في ترك العديد من أفراد قوات الدفاع الإريترية معسكراتهم والتوجه إلى أسرهم في المدن والأرياف دون الاستئذان من إدارتهم العسكرية. فقد غادروا وحداتهم وتعتمل في نفوسهم مشاعر الغضب والتذمر، خاصة وأنهم يذهبون إلى أسرهم وأيديهم خاوية لانقطاع الراتب الشهري لمدة 3 أشهر متتالية. ويتزامن ذلك مع مرور البلاد بأسبوع من المناسبات والاحتفالات الدينية، وهي مناسبات يجتمع فيها أفراد الأسرة. هذا ويرجع خبراء الاقتصاد والمال مسببات هذه الأزمة إلى ندرة السيولة المالية في عملة النقفة، علاوة على انعدام الثقة للمواطن العادي والتجار بسياسات الحكومة، مما دفعهم إلى استبدال أموالهم بعقارات أو مواد عينية أخرى أو الاحتفاظ بالعملة في منازلهم عوضا عن وضعها في البنوك. فقرارات وإجراءات البنوك، فضلا عن كونها قاسية، تتبدل بسرعة ودون سابقة إنذار، تاركة ضررا كبير بمصالح المواطن. وللحد من ظاهرة قلة السيولة بالبنوك، قررت السلطات تضييق الخناق على السحب، فحددت سقف الأموال التي تسحب في بحر أسبوع من أي حساب في البنك بمبلغ 10,000 نقفة، وذلك في محاولة من الحكومة للتغلب على ظاهرة الاحتفاظ بالأموال في المنازل ولعرقلة عمليات الشراء والبيع التي يهدف من خلالها بعض المواطنين إلى تحويل أموالهم إلى ممتلكات أخرى. وعلى صعيد ذات الصلة، طورت بعض المؤسسات الصناعية أساليب تتمكن من خلالها الإبقاء على عائدات مبيعاتها في خزائنها الخاصة، ومؤسسات أخرى تغطي رواتب موظفيها بتدابير شاقة وملتوية. هذا وقد رصدت المنتدى شكاوى المواطن من ازدواجية سياسات السلطات على كافة الصعد، ففي الوقت الذي تزعم فيه أنها تحارب السوق الموازية السوداء وتقوم باعتقال كل الأفراد الذين يحاولون تغيير أموالهم بالسوق السوداء وتضعهم في المعتقلات، نجد عملائها منخرطين في هذه السوق، مانحة لهم الحماية والكميات المالية الكافية من عملة النقفة من البنوك للقيام بالصرف والمبادلة في السوق السوداء عبر شبكة واسعة منخرطة في هذه المهام التي لا تنحصر في داخل إريتريا، بل تتعداها عبر السفارات إلى دول كالسودان وجنوب السودان ويوغندا. كما استقرأت مصادرنا الحركة المالية بالبلاد، فوجدت أن مستوى التضخم قد بلغ أعلى درجاته، حيث صار معدل صرف العملة الوطنية متدني للغاية، $100 أمريكي تعادل 5350 نقفة. كما توقفت كذلك على أسعار المواد الغذائية الضرورية، ولاحظت الارتفاع الجنوني في أسعارها. مشكلة ضائقة حقيقية في حياة المعيشة للمواطن الإريتري، ففي أعياد الفصح المجيد غدت أسعار الخراف تتراوح بين 5,000 إلى 9,000 نقفة، والدجاج ما بين 450 إلى 650 نقفة. وأمام هذا الغلاء المعيشي الذي يزداد مطلع كل يوم، أمس الشعب يفوض أمره لله، داعيا أن يخلص من هذا النظام الذي استطال وأن يرفع عنه هذا البلاء الذي فاق كل احتمال. علمت مصادر المنتدى أن إدارة الشرطة الإريترية خلصت إلى تقييم مفاده أن مجهوداتها أصبحت غير قادرة على احتواء الظواهر الإجرامية كالسرقة والاغتصاب والقتل التي تفاقمت في البلاد لدرجة أمست فيها خارج نطاق السيطرة. ولتدارك هذا الانفلات، قررت إدارة الشرطة تنفيذ برامج تعبوية إرشادية عبر الندوات مستهدفة شريحة الشباب، وتنفيذا لذلك أقامت في كل من كليات حلحل والبحرية وغيرها برامج في هذه المسألة. إلا أن الأمر الذي تفاجأ به ضباط إدارة الشرطة تمثل في طبيعة الأسئلة الجوهرية والنوعية التي تقدم بها الشباب، وأن إدارة التعبئة بالشرطة لم تسعفهم عقلية الحديث بلغة الأمر والنهي من الإجابة على الأسئلة، لهذا لجأوا في الإجابة إلى مفردات التهديد المبطن والصريح.
فقاموا باتهام الشباب قائلين أن هذه الاستفسارات هي أسئلة ترددها جهات معادية للوطن، وسنجيب عليها بعد نهاية الندوة من خلال التقائنا على انفراد مع كل الأفراد الذين تقدموا بطرحها. وبهكذا أسلوب تحولت الندوات إلى لغة تهديد ووعيد صريحة. ورغم ذلك تجاسرت إحدى الفتيات وقالت: لو تعرضت لاعتداء وظلم وقهر وأهنت وضربت، لا أعتقد بأنني سأجد من يدافع عني ويحميني. وتمت مقاطعة حديثها هذا بدعوتها للتوقف عنه، وطلبوا منها أن تلتقيه عقب الندوة مباشرة. ومن المهم هنا أن نذكر بأن الشعب الإريتري لديه ثقافة قيمية سامية وراسخة لم تهتز لعقود طويلة، فهو شعب صادق صاحب مروءة ونخوة يتأفف بل ينبذ السرقة والتسول والتغول والاعتداء. نهاية النشرة.
محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. حوارات في فضاء مكشوف. في جولة شملت عدة مناطق، سعدت بعدة لقاءات ببعض الشباب الإريتريين في المهجر، والواقع أنني خرجت من هذه اللقاءات بحصيلة كبيرة من المعرفة، وبتلمس أشياء كثيرة كانت غائبة عني أو قيبها الزمن، ثم الاهتمام العميق بالتفاصيل والجزئيات التي وبحكم العادة أو السن عادة ما يتجاوزها من هم على شاكلتنا. والحصيلة أنني خرجت بحصيلة كبيرة من المعرفة، وبحقيقة مرة مفادها أين أوصلنا الحال بعد هذه التجربة المريرة. الحوار الأول جرى مع مجموعة من الشباب الذين لم يكونوا بعيدين عن التجربة وتجربة الجبهة الشعبية تحديدا، ومعظمهم من طلبة مدرسة الثورة، حتى أصبحوا رجالا وانخرطوا في نشاط التنظيم، وقد عول عليهم التنظيم باعتبارهم الأكثر نقاء وولاء والأكثر وفاء. والحقيقة أن هؤلاء كانت لهم نشأة خاصة، فقد نما وعيهم السياسي والفكري وسط معمعة النضال، وتشكل هذا الوعي مشبعا بالخطاب السياسي الذي كان سائدا، معتبرين كل ما يصدر عن التنظيم حقيقة مطلقة غير قابلة للنقاش. هؤلاء الآن يقفون في الاتجاه المعاكس تماما، رفضا للنظام ولرموزه. والقريب في الأمر أنهم حين يقومون بتحليل النظام لابد أن يشملوا رموزه الفاعلة، مذكرين بتفاهة هذه الشخصيات ودورها الباهت والملتبس أبان الكفاح المسلح. والواقع هي ملاحظة دقيقة بحاجة إلى وقفة وتحليل حقيقي. بداية حواري معهم جاء كالآتي: كيف نقيم النظام حاليا ونحن جميعا كنا جزء منه وأكثر الناس دفاعا عنه؟ وما هو منطلقنا لمعارضة النظام؟ وجاءت الإجابات بشكل متسارع وكأنه شلال متدفق، فأخطاء النظام لا تحصى، وهم الراصدون لكل صغيرة وكبيرة، والعالمون ببواطن الأمور، وأصحاب المعرفة الحقيقية برموز النظام وأدواته. أجاب أحدهم وهو الأكبر سنا والأعلى مرتبة في التجمع السياسي الذي يجمعهم قائلا: حين نقيم هذا النظام لابد أن نعود بعيدا إلى الوراء. فانقلاب الرئيس على المبادئ التي قامت عليها تجربة الجبهة الشعبية لم تكن وليدة اليوم أو لحظة ما بعد الاستقلال. فالرجل وإن لم يكن يخفي طموحاته منذ البداية، إلا أنه بعد الانسحاب الاستراتيجي بدأ عازما على الاستحواذ على السلطة وتركيز السلطة في مكتب الأمين العام ومساعده، والتي تعني في يديه عمليا حين كان الأمين العام السيد رمضان محمد نور، وكان مقيبا أو قائبا. ثم أنتم المسؤولين، أنتم الذين كنتم في القيادة، ألم تلعبوا جميعكم بوعي أو بدون وعي وبتآمر دورا محوريا في صناعة هذا الصنم؟ إن الصمت والتجاوز لم يكن كافيا لصناعة هذا الفرعون. إذن من الذي صنعه؟ حتى حين طرحتم ضرورة تبديل القيادة قبلتم
أن يبقى حلقة الوصل بين جيل بدأت شمسه في الغروب وبين جيل ينضح حيوية دون اعتبار لأساسيات الانتقال، وكأن الأعمار كافية كي تكون سببا مقنعا لمرحلة جديدة. وهنا تدخل شاب آخر مذكرا صديقي وموجها كلامه لي: ألم تكن أنت أحد الذين يطالبون بضرورة ضخ دماء جديدة في القيادة؟ وكانت هذه الدعوة هي بداية انقلاب الرئيس، أو دعوة تلبي رغبة كامنة في نفس الزعيم وطموح المقربين منه. ألم يكن في ذهنكم شك حتى على المستوى البسيط بأنكم تسلمون رقابكم والتجربة التي قدموها لأيدي غير مؤتمنة، سيما وأنتم أكثر الناس علما واطلاعا بأن تجربة الجبهة الشعبية لم تصنع سبط ثاني من القيادة متمرس قادر على الحفاظ على الإرث النضالي لهذه التجربة؟ أليس الأمر قريبا؟ ثم ما هو المبرر لهذا التصرف؟ ألم تكونوا سياسيين تقودون حركة سياسية نضالية تتسم بالديمومة لتحرير شعب وأرض؟ أم كنتم مجلس حكماء يبحث عن الصفاء شاء أن يترجل حين وجد أن المهمة قد انتهت؟ الواقع كان حديث الشاب والموجه لي شخصيا أشبه بمطرقة هوت على رأسي، نبشت من قاع الذاكرة أحداث كان لها أن تبقى زمنا حتى يأتي الزمن الجدير بروايتها، لأن المسألة من وجهة نظري أن هذه المسائل والمفارقات كانت تحمل من الملابسات الكثير مما قد يعقد المشهد السياسي في هذه المرحلة أكثر مما هو معقد أصلا. لم يكن أمامي من خيار رضيت أم لا، سوى أن أسرد الحقيقة كما هي أو كما عشتها وكنت أحد أبطالها. وقبل أن أسرد أحداث هذه الرواية أود أن أسرد بعض الحقائق كنقاط لتوضيح الصورة في موقف هؤلاء القادة. أولا، دخلت الجبهة الشعبية مدينة أسمرة وبحوزتها مكنة عسكرية ضخمة تم بناءها على مدى سنوات في الجبهات المختلفة. هذه القوة كانت تفتقر للعنصر السياسي الموحد وللخطاب السياسي الشامل الذي يتلائم وطبيعة مرحلة ما بعد الاستقلال والمهام المطلوبة، إذ كانت الأغلبية من قواعد هذه القوات من العناصر التي جلبت قسرا من الأرياف النائية أو من الذين انخرطوا حديثا في التنظيم بدواعي الانتصارات التي كانت تحقق آنذاك. ثم إن ظروف انخراط هذه الكتل البشرية لم يكن يسمح بإخضاعها لبرنامج سياسي تعبوي يرفع من مستوى دورها السياسي. وللأمانة التاريخية فإن القوى الاجتماعية الحديثة والقوى المستنيرة والتي استغرق إنشاءها لأجيال بدءا من الاستعمار الإيطالي كلها قد دفعت كثمن في سهول وديان الساحل وباقي الأراضي الإرثية. وفي اعتقادي وقناعتي الشخصية أن هذا الثمن الباهظ الذي دفع سوف يحتاج أجيال وأجيال كي يستعيده الشعب الإريتري، ناهيك عن تطاول البعض الذين لا يفقهون عن الثمن المدفوع من أجل هذا الوطن. ثانيا، أن أي تجربة إنسانية وبطبيعة حال البشر لابد وأن تبرز اختلافات في الرؤى، وبروز حالات من الاختلافات قد تصل إلى حد القطيعة أو يمكن التعايش معها أو حلها وتجاوزها. ولم تكن حالة قيادة الجبهة الشعبية بعيدة عن هذه الحالة، بل الأنكى من ذلك والذي ثبت أخيرا لأعضاء القيادة حين بدأوا تحركهم فيما عرف بجي 15 أو مجموعة ال15، إن معظم الأمور التي كانوا يختلفون عليها كانت بوحي وإيحاء الرئيس إسياس أفوركي، وذلك حين قرروا في جلساتهم المصارحة والمكاشفة حول الأمور العالقة بينهم، ولو أن هذه المكاشفة جاءت متأخرة كثيرا بكل أسف. ثالثا، إن العنف
إن العمر التنظيمي لقيادة الجبهة الشعبية والمنصوص عليه في النظام الداخلي للجبهة لا يتعدى السنوات الأربع، وهذه قيادة ما زالت متبعة بدءا من المؤتمر الأول للجبهة 10 سنوات وحتى المؤتمر الثاني. وبرغم جدارة هذه القيادات ووطنيتها فإن طبيعة الأشياء كانت تقتضي التغيير، فأمور كثيرة حدثت طوال هذه السنوات، ثم الواقع السياسي الجديد المتمثل بالاستقلال وبناء الدولة الجديدة، كلها عوامل مستجدة ومختلفة تحتم ضرورة المراجعة والبناء السياسي انسجاما مع بناء الدولة الجديدة المعبرة لكل الشعب والحاضنة له دون استثناء، متجاوزة مرارات الماضي. وللأمانة والتاريخ لقد كانت قيادة الجبهة الشعبية المتمثلة في مجموعة 15 على رأسهم الأخ محمود شريفو والأخ هلي والاستنساء الدرع المتصدرون بضرورة التغيير الجذري استنادا إلى معطيات التجربة، بل وصل بهم الحد إلى المطالبة بضرورة إنزال جميع أعضاء القيادة دون استثناء. وقد كنت أحد الذين تحركوا بحيوية فائقة من أجل هذا المطلب إلى جانب الأخ عبد الله جابر الذي كان حينها عضوا في اللجنة التحضيرية. استنادا إلى أهمية هذه الإيضاحات لنبدأ القصة من البداية، حين تم الاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر للجبهة الشعبية والذي تحتمه الظروف ويقع عليه المستقبل السياسي لهذا البلد، كون أن هذا التنظيم أنجز الاستقلال وأمامه مهام إنجاز بناء الدولة والمصالحة الوطنية وإشراك الجميع في هذه المهام الوطنية من خلال وضع دستور يحظى بإجماع وطني وقانون تكوين الأحزاب ووضع ميثاقا للصحافة. هذه المهام العملاقة كانت بحاجة إلى تنظيم منسجم مع نفسه وقادر أن يطرح رؤية متماسكة استراتيجيا وعبر مراحل مدروسة، وليس إلى تنظيم مأزوم سياسيا ومقتر ومقرور بقواها العسكرية. وقيادة برغم وطنيتها وإخلاصها لا زالت تحمل بداخلها رواسب ضعف الإنساني لا زال عالقا في أذهان معظمها. وهنا بدأت الحيرة في كيفية عقد المؤتمر، فقد جرت العادة أن تقوم كوادر الحزب بمناقشة الوثائق التي ستقدم للمؤتمر والتصور للهيكلة المطلوبة والعناصر المرشحة للقيادة والعناصر المطلوب إزاحتها. طبعا كل ذلك كان يجري برعاية الحزب وقيادته، ولكن حاليا ليس هناك حزبا يضع أساسيات وسيناريو لمعالجة هذه الحالة، كما إن قيادته وإن بقيت موجودة بحكم إنها قيادة للجبهة فليس لديها شيء يمكن أن تقديمه بصورة جماعية. فالسيد الرئيس قد أعلن نهاية الحزب هكذا وبكل بساطة، وكأن الحزب عبارة عن محطة حافلات تم الاستغناء عنها وعن خدماتها. كان لهذا القرار الأهوج انعكاسات خطيرة من وجهة نظري، أولها وأهمها أن الثقة التي كانت سائدة بين الأعضاء والقيادة وبين الأعضاء فيما بينهم قد بدأت في التصدع، فمعظم الناس كانت تقبل بعضها البعض على مضض في ظل غياب النقد والتقويم والتحليل، معوضة ذلك بالانتصارات العسكرية التي طبعت تلك المرحلة. وقد يكون هذا السبب في بروز ظاهرة الجنرالات ونفوذهم، فقد انحسر كل عمل سياسي عاقل وكل نقاش سياسي مسؤول واستبدل عوضا عنه بالأعمال الخارقة لعلان وفلتان ودور ذلك الشخص وتقصير الآخر وضاعت الحقيقة، وأصبح المناخ العام مشبع بروح الإشاعات، وسادت حالة من الاستقطاب من قبل عناصر وقوى في تصفية حساباتها، كونها قد عانت في فترة ما قبل الاستقلال والقريب أنها هي الآن من يتصدر المشهد السياسي إلى جانب السيد الرئيس. هذا المناخ والوضع العام المأزوم كان ينسجم تماما برغبات وأهداف السيد الرئيس بدليل ما جرى بعد ذلك. لكم التحية
إلى الحلقة القادمة. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. والدنيا لذتها ديري شام قتليني اللي بيبكي من فتاه الكبيل على البيه درب شامكي هركتها انتي تسراي البيه والدنيا لذتها ديري شام قتليني اللي بيبكي من فتاه بكوس هلا من دلاي مرح هلا ووالي بالوقيل الدالي بوريا ودو دندالي لعمر عقبيو سلال بال الدالي إلى نو كسب قبل من أرضك ديواري اللي بعدك من دلاي شوكة مرق وتواي عند الزومق الأباي من ناس شفرو من هباي أفياتو يتوالبا أسكدا والرباك العم الرمودايا تبع ولا عيبا نتمنيا انبرود فارس اقلب كلبا نوكلا سميتا ونرقي وتكبابا اللي غالي مودايا بدم شباب ركبها نتمنيا انبرود فارس اقلب كلبا نوكلا سميتا ونرقي وتكبابا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم أينما كنتم. هذا جمال همت يحييكم ويقدم لكم هذه الفقرة، وهي بعنوان الشعار البديع والمنع الشنيع. في عالم تسوده وسائل الإعلام والاتصالات المتعددة،
في عالم توافق على ضرورة تداول المعلومات ومنع الحجر، تصر بعض الحكومات والأحزاب السياسية المعارضة منها أو تلك التي في المقعد الأول من الحكم على سياسة الحجب والمنع كأنها هي الجهة الوحيدة الراشدة، والباقي من السكان يجب المحافظة عليهم لأنهم يجهلون كيفية التعامل مع الإعلام وإخباره. إذا كانت الأنظمة الدكتاتورية تلجأ مباشرة لاستخدام أدوات السلطة في الاحتجاز والاعتقال وإغلاق الوسيلة الإعلامية أو الضغط عليها بوسائل عدة للحد من حريتها، فإن الأحزاب والتنظيمات خارج نطاق الحكم تلجأ للإرهاب الفكري والتخويف والابتزاز العاطفي بالقول بأن هذا الخبر أو ذاك يخدم النظام ويحبط الجماهير ويساهم في تفتيت قوى الصف الوطني إلى آخره. أو تلجأ لاستكتاب الكتبة من عاطلي المواهب والقدرات لقتل الجهة الإعلامية وابتزازها لتصمت. أقول ذلك وفي البال ما تناقلته الأنباء الإريترية عن غارة جوية إثيوبية لموقع التعدين في منطقة بيشا غرب إريتريا، وموقع عسكري آخر في إقليم أكولغداي، وتوغل بري وتدمير موقع عسكري ومعسكر لقوات الدمحيط الإثيوبية المعارضة. لست هنا لأثبت أو أنفي ما حدث، هنا أريد أن نتناول معا ظاهرة المنع والحجب التي يشترك فيها الحكم مع المعارضة على حد سواء ولكن بنسب متفاوتة. العصبة الحاكمة أو الحكومة تجاوزا تدفع مئات الآلاف من الدولارات سنويا لمكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها مهمتها تحسين صورة النظام القبيحة في المبنى والمعنى. تأتي وسائل الإعلام الغربية والعربية لتجري حصرا الحوارات مع رئيس الحصبة، ومهمة وزير الإعلام فقط التحضير لهذه المهمة المقدسة وتنفيذ رغبات الرئيس. هذا الأمر موجه للغرب أولا، ثم للمهاجرين في تلك الدول، ثم للمقيمين في دول الخليج والسعودية، وأخيرا لإلهاء الناس في الداخل بأن إريتريا الرسمية تمتلك علاقات جيدة مع دول العالم. ولكن محاولة التجميل هذه لا تستمر عادة طويلا، خاصة عندما تخرج تقارير مراسلون بلا حدود وبيت الحرية وأمنستي انترناشونال السنوية، والتي تضع إريتريا في ذيل قوائمها فاضحة غياب الحريات الصحفية وتغييب الصحفيين وسوء ملف حقوق الإنسان في إريتريا. يجري ذلك في الوقت الذي تمنع فيه هذه العصبة تداول المعلومات داخليا من خلال استمرار الصحيفة البائسة في وضعها الحالي، وهي الأقرب للتعليم منها للإعلام، تقارير سمجة لأنشطة الحزب والوزارات، حوارات بائسة في المناسبات، ثم صفحات هل تعلم ومن هنا وهناك وباحة الطفل والرياضة وصفحات المنوعات التي لا تصلح إلا لجريدة حيطية في مدرسة طرفية. كذلك الأمر ينطبق على الإذاعة والفضائية التي تتميز بالقرصنة. أقول ذلك وقلبي مشفق على الزملاء هناك الذين يتكبدون تقديم هذه المواد التي تحد من قدراتهم، وذلك من خلال تسليط الرقابة والخوف وتضخيم الرقيب الداخلي الذاتي المسلط عليهم خوفا ورعبا، كيف وبعض الذين مروا على رئاسة وسائل الإعلام لهم خبرات في إدارة ملفات أمنية شديدة الحساسية والخطورة. شعب كامل أيها السادة يسمع ما يجري له وحوله من وسائل الإعلام الخارجية، لذلك ينشط ذاتيا ما عرف بالتعبير الشعبي بوكالة هوباي الخاصة، ولكن بحذر شديد. شعب كامل لا يدري ما يدور حوله داخل عاصمته وأقاليمه، لأن العصبة تريد ذلك، فهي تخاف عليهم من كآبة المنظر وسوء المنقلب. قطعا هذا الأمر سوف لا يستمر طويلا، والخبرات الصينية في مجال اختراق الإيميلات والتنصت على المكالمات لم تفتها هي نفسها، وقد أحدث الشباب الصيني اختراقات واسعة واستطاعوا إيصال صوتهم للخارج.
أيضا سوف يفعل ذلك الشباب الإريتري إن عاجلا أو آجلا. ربما نجد أيها السادة الأسباب والمسببات لهذه السياسة للنظام لأنها من خصائصه ومميزاته، ولكن لا نجد أي مبرر لهذه السياسة داخل قوى المعارضة، وهي التي تناضل من أجل التغيير، والتغيير يجب أن يكون من أهم سماته الحرية، كامل الحريات، ومنها حرية تداول المعلومات وقوامها الشفافية، لا رقيب، لا قصر، لا راشدين يتحدثون نيابة عن الناس. هذا الخبر يفتت المعارضة، ذلك الخبر يضعفها، هذا التقرير يخدم النظام، إلى آخره. هذه هي السياسة، ويجب على الصحفي تغطية الاجتماعات والمؤتمرات في شكلها الاحتفالي ويكتفي بذلك. أما من يتجاوز ذلك نحو الممنوع فالكتب حضورا، والقيام بحملة ضد هذا الصحفي أو ذاك، ضد هذه الإذاعة أو تلك، ضد هذا الموقع أو ذاك. أيها السادة في الحكم، نقول وسائل الإعلام في تزايد مستمر، وسرعتها تزداد كل يوم، وفعاليتها في تقدم مستمر. ساعات فقط وتناقل الناس ما جرى في عد قيح، وساعات وتناقلوا الغامض من أحداث بيشا والموقع العسكري في أكولوغزاي. لذا لا مفر، الحصار الإعلامي يخترق الطوق المضروب يوما إثر آخر، وليس هناك خفاء، سيطال الحساب كل من ارتكب جرما ولا منجات. أيها السادة في المعارضة، الشفافية وتداول المعلومات تخدم ولا تفتت، تقوي ولا تضعف. الإقرار بحقوق الناس في الحرية يجب أن يشمل جميع الحريات، بما في ذلك حرية تدفق المعلومات. نكشف ممارسات النظام ونعري سياسته، ونتحاور مع المعارضة من أجل تقويم سجلها في الحريات. وأسعد الله كل أوقاتكم مستمعينا الكرام. درب شامكي هالكتاب انتي تسراي لبيت والدنيا لزتا ديري شامك قتليني لبيكي من فتا بكوس هلا من دلاي مريح هلا ووالي بالوقي للدالي بوريا ودوق ندالي لعمر عقبيو سلال بال الدالي إلانو كسب قبل من أرض طولي بواري اللي بعدك من دلاي شوكك مركو تواي عند السومك الأباي من ناس شفرو من هباي أفياتو يتوالى باي أسكدا والرباق العم الرمودايا دبا ولا عيبا التنسيني كبودا بجلاكي كده باي اسمت حلت مروجي أسك سنة لا زمان بكيرا شامكي تلقي حيلا زمان بكيرا شامكي تلقي حيلا بكيرا شامكي تلقي حيلا التنسيني كودا بجلاكي كده باي خليت مروجي أسيك سنة لا زمان بكيرا شامكي تلقي حيلا التنسيني كبودا بجلاكي كده باي خليت مروجي أسيك سنة لا زمان بكيرا شامكي تلقي حيلا بكيرا شامكي تلقي حيلا
المستمعون الكرام، والآن نقدم لكم هذا المقال بقلم الأستاذ الدكتور عبد الله العبد القادر، وهو كاتب وعضو في المجلس العلمي الاستشاري لمعهد رياضية القلب الأمريكي، وعضو المجلس العلمي للجمعية العالمية للكوارث الكونية في ميونخ بألمانيا. المقال بعنوان يقظة متأخرة خير من ثبات مستديم، أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي ونحن. وهذا المقال يأتي ضمن مجموعة من المقالات كتبت مؤخرا بأقلام عربية على ضوء الأزمة في اليمن، وتتناول بالبحث والتحليل الدور الإريتري، دور الحكومة الإريترية فيه. هذا المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه، ونحن هنا في صوت المنتدى أردنا فقط أن نشارك معكم كيف يرى العالم العربي وخاصة دول الخليج ووجهة النظر الغير الرسمية للسعودية حول الدور الإريتري فيها. يقول الدكتور عبد الله العبد القادر في مقاله: القرن الإفريقي هو شبه جزيرة تقع في شرق إفريقيا في المنطقة الواقعة على رأس مضيق باب المندب، وهي التي يحدها المحيط الهندي جنوبا والبحر الأحمر شمالا، وتقع بها حاليا جيبوتي، الصومال، إريتريا، ويجاورها كينيا، إثيوبيا، ويلحق بها السودان وكينيا وأوغندا تأثرا وتأثيرا. وهذا القرن الإفريقي المتحكم بمضيق باب المندب جار لنا في جزيرة العرب منذ أزمنة غابرة، حيث يقول علماء الأرض ومتخصصو الانزلاقات الطبقية إن الفاصل المائي ذائع الصيت هذه الأيام وهو مضيق باب المندب حديث التكوين، وعلى هذا الأساس تفسر الطبيعة المتشابهة جيولوجيا ومناخيا وفطريا بين جانبي المضيق، والتي تصل إلى توافقات بيئية مرضية تؤكد اللحمة القديمة. وتقدر مساحة القرن الإفريقي ب2 كيلومتر مربع، ويسكنه نحو 90 مليون نسمة، وهو بهذا التحديد قرن إسلامي الهوية للكثافة السكانية المسلمة التي تقطنه، والتي تتشكل في غالبها من قبائل الأورومو والجالا في إثيوبيا، والصوماليين في الصومال وأوغادين بإثيوبيا، وإنفندي بكينيا، والعفر والعيساويين في جيبوتي وإريتريا، وكذلك البيجاء الموزعين بين إريتريا وشرق السودان، ومن عداهم من القبائل والمجموعات الإسلامية الأخرى من العرقيات المختلفة هنا وهناك، والتي تضم نسبا متفاوتة من المسلمين. وفضلا عن الأهمية التاريخية لهذا القرن قبل وبعد الإسلام، يكتسب القرن الإفريقي أهميته الاستراتيجية من كون دوله تطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب، ومن ثم فإن دوله تتحكم في طريق التجارة العالمي، خاصة تجارة النفط القادمة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والمتوجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة، كما أنها تعد ممرا مهما لأي تحركات عسكرية قادمة من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه منطقة الخليج العربي واليمن، وهي الحزام الجنوبي الهام جدا لنا في المملكة ودول الخليج العربي، وبالتالي فنحن لسنا بمنأى عن الحدث في القرن الإفريقي. وقد ظهر على السطح قريبا ما يسمى بتجمع صنعاء ودول القرن الإفريقي، وهو كما أعلن عنه في العام 2002 مظهر من مظاهر التحالفات السياسية في القرن الإفريقي، وهو عبارة عن تحالف إقليمي بين 3 دول، وهي إثيوبيا، السودان واليمن، وقد غابت عنه إريتريا، وقد ولدت مسودته في أكتوبر تشرين الأول من عام 2002 في قمة جمعت زعماء الدول ال3 في العاصمة اليمنية صنعاء. وبالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فإن الثقافة العامة والانطباع الذهني هو أن هذا الجار الخلفي بعيد نسبياً، ولا يوجد به من عوامل الجذب ما يدفعنا للاهتمام به بطرق مباشرة أو غير مباشرة في غيبة تاريخية كادت أن تؤدي بنا إلى التهلكة. وما حدث بالدقة أن هذه الساحة الخلفية الجانبية قد درست وقيمت من قبل سرطان المنطقة الفارسي، الذي يجب وجوبا أن نعترف بدهائه والخبث في بعد نظره.
قد قيم هذا القرن الإفريقي على أنه منطقة شديدة الأهمية لاعتبارات جيوسياسية تتعلق بإحكام القبضة على جزيرة العرب بالالتفاف من الخلف، ووجدت الثغرة السانحة والأبواب مفتوحة على مصراعيها في إريتريا لأسباب نتجاوزها هنا لعدم الإطالة. وخلال فترة زمنية وجيزة وبالتحديد عام 2008 كما يقول الكاتب، وصلت العلاقات الإريترية الإيرانية أقصى حالات الازدهار، حيث أعلن أفورقي في خطاب له بطهران أنه يدعو إيران لإقامة قواعد لها في منطقة القرن الإفريقي. ومع اندلاع الحرب السادسة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، كان طبيعيا أن تظهر بصمات إريتريا في إرسال شحنات أسلحة وذخائر وأموال إيرانية إلى الحوثيين، هذا إلى جانب دعم تنظيم شباب المجاهدين المتمردين في الصومال. وقد أشارت بعض التقارير التي نشرت مؤخرا إلى أن إيران تمكنت بسرية تامة من بناء قاعدة بحرية عسكرية على البحر الأحمر، وأنها نجحت في تحويل ميناء عصب الإريتري إلى قاعدة إيرانية، وأن الفرع الإفريقي في قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري قد تولى هذه المهمة بالتعاون مع بحرية الحرس الثوري، حيث قامت السفن الإيرانية في البداية بنقل المعدات العسكرية والأسلحة الإيرانية إلى ميناء عصب. وشاركت في هذه المهمة 3 غواصات كيلو إيرانية. وفي المقابل فقد اقتصر دورنا في هذه التطورات الخطيرة على دور المراقب المتوجس، في حين كان الإيرانيون وأذنابهم من الحوثيين يتوغلون في اتجاهنا حتى صرنا مجرد خطوة قادمة لهذا العدو اللئيم. ولولا فضل الله الذي بدأ غيثه بعاصفة الحزم المباركة التي نعتقد أنها كانت بحاجة ماسة لتحركات سياسية وقبائلية بل وعسكرية حذرة قبل فترة من الزمن في هذه المنطقة الهامة جدا، والتي كان ضياعها لا قدر الله سيمثل شللا تاما لنا في البحر الأحمر وتواصلاته شمالا بالبحر الأبيض وجنوبا ببحر العرب. نعم، قد آن الأوان لليقظة للقرن الإفريقي النافذة الأهم للدخول إلى حديقتنا الخلفية، ووجود الحليف السوداني القوي يسهل المهمة لنا، فاليقظة المتأخرة خير من السبات المستديم، والله المستعان من قبل ومن بعد. بقلم الأستاذ الدكتور عبد الله العبد القادر. وهذا كما قلنا لكم مستمعي الكرام نموذجا لما يكتب عن الدور الإريتري في ظل تفجر الأزمة اليمنية مؤخرا. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: ندرة في عملة النقفة والعملات الأجنبية، وغالبية قوات الدفاع الإريترية لم تتلقى راتبها ل3 أشهر. وتفشي ظاهرة السرقة والاغتصاب والقتل في ظل حكومة الاستبداد. الأخبار بالتفصيل. أكدت الأنباء الواردة إلينا من إريتريا أن غالبية أفراد قوات الدفاع الإريترية، خاصة تلك الوحدات البعيدة عن الحدود، لم تتلقى مخصصاتها المالية لمدة 3 أشهر، ولم تجد الأسباب التي أدت إلى ذلك تفسيرا واضحا ومحددا. ولكن تجلت تداعياتها في ترك العديد من أفراد قوات الدفاع الإريترية معسكراتهم والتوجه إلى أسرهم في المدن والأرياف دون الاستئذان من إدارتهم العسكرية، فقد غادروا وحداتهم وتعتمل في نفوسهم مشاعر الغضب والتذمر، خاصة وأنهم يذهبون إلى أسرهم وأيديهم خاوية لانقطاع الراتب الشهري لمدة 3 أشهر متتالية. ويتزامن ذلك مع مرور البلاد بأسبوع من المناسبات والاحتفالات الدينية، وهي مناسبات يجتمع فيها أفراد الأسرة. هذا ويرجع خبراء الاقتصاد والمال مسببات هذه الأزمة إلى ندرة السيولة المالية في عملة النقفة، علاوة على انعدام الثقة للمواطن العادي والتجار بسياسات الحكومة، مما دفعهم إلى استبدال أموالهم بعقارات أو مواد عينية أخرى أو الاحتفاظ بالعملة في منازلهم عوضا عن وضعها في البنوك. فقرارات وإجراءات البنوك، فضلا عن كونها قاسية، تتبدل بسرعة ودون سابقة
إنذار تاركة ضررا كبير بمصالح المواطن. وللحد من ظاهرة قلة السيولة بالبنوك، قررت السلطات تضييق الخناق على السحب، فحددت سقف الأموال التي تسحب في بحر أسبوع من أي حساب في البنك بمبلغ 10,000 نقفة، وذلك في محاولة من الحكومة للتغلب على ظاهرة الاحتفاظ بالأموال في المنازل ولعرقلة عمليات الشراء والبيع التي يهدف من خلالها بعض المواطنين إلى تحويل أموالهم إلى ممتلكات أخرى. وعلى صعيد ذات الصلة، طورت بعض المؤسسات الصناعية أساليب تتمكن من خلالها الإبقاء على عائدات مبيعاتها في خزائنها الخاصة، ومؤسسات أخرى تغطي رواتب موظفيها بتدابير شاقة وملتوية. هذا وقد رصدت المنتدى شكاوى المواطن من ازدواجية سياسات السلطات على كافة الصعد، ففي الوقت الذي تزعم فيه أنها تحارب السوق الموازية السوداء وتقوم باعتقال كل الأفراد الذين يحاولون تغيير أموالهم بالسوق السوداء وتضعهم في المعتقلات، نجد عملائها منخرطين في هذه السوق، مانحة لهم الحماية والكميات المالية الكافية من عملة النقفة من البنوك للقيام بالصرف والمبادلة في السوق السوداء عبر شبكة واسعة منخرطة في هذه المهام التي لا تنحصر في داخل إريتريا بل تتعداها عبر السفارات إلى دول كالسودان وجنوب السودان ويوغندا. كما استقرأت مصادرنا الحركة المالية بالبلاد، فوجدت أن مستوى التضخم قد بلغ أعلى درجاته، حيث صار معدل صرف العملة الوطنية متدني للغاية، $100 أمريكي تعادل 5350 نقفة. كما توقفت كذلك على أسعار المواد الغذائية الضرورية ولاحظت الارتفاع الجنوني في أسعارها. مشكلة ضائقة حقيقية في حياة المعيشة للمواطن الإريتري، ففي أعياد الفصح المجيد غدت أسعار الخراف تتراوح بين 5,000 إلى 9,000 نقفة، والدجاج ما بين 450 إلى 650 نقفة. وأمام هذا الغلاء المعيشي الذي يزداد مطلع كل يوم، أمس الشعب يفوض أمره لله داعيا أن يخلص من هذا النظام الذي استطال وأن يرفع عنه هذا البلاء الذي فاق كل احتمال. علمت مصادر المنتدى أن إدارة الشرطة الإريترية خلصت إلى تقييم مفاده أن مجهوداتها أصبحت غير قادرة على احتواء الظواهر الإجرامية كالسرقة والاغتصاب والقتل التي تفاقمت في البلاد لدرجة أمست فيها خارج نطاق السيطرة. ولتدارك هذا الانفلات، قررت إدارة الشرطة تنفيذ برامج تعبوية إرشادية عبر الندوات مستهدفة شريحة الشباب، وتنفيذا لذلك أقامت في كل من كليات حلحل والبحرية وغيرها برامج في هذه المسألة. إلا أن الأمر الذي تفاجأ به ضباط إدارة الشرطة تمثل في طبيعة الأسئلة الجوهرية والنوعية التي تقدم بها الشباب، وأن إدارة التعبئة بالشرطة لم تسعفهم عقلية الحديث بلغة الأمر والنهي من الإجابة على الأسئلة، لهذا لجأوا في الإجابة إلى مفردات التهديد المبطن والصريح. فقاموا باتهام الشباب قائلين أن هذه الاستفسارات هي أسئلة ترددها جهات معادية للوطن، وسنجيب عليها بعد نهاية الندوة من خلال التقائنا على انفراد مع كل الأفراد الذين تقدموا بطرحها. وبهكذا أسلوب تحولت الندوات إلى لغة تهديد ووعيد صريحة. ورغم ذلك تجاسرت إحدى الفتيات وقالت: لو تعرضت لاعتداء وظلم وقهر وأهنت وضربت، لا أعتقد بأنني سأجد من يدافع عني ويحميني. وتمت مقاطعة حديثها هذا بدعوتها للتوقف عنه، وطلبوا منها أن تلتقيهم عقب الندوة مباشرة. ومن المهم هنا أن نذكر بأن الشعب الإريتري لديه ثقافة قيمية سامية وراسخة لم تهتز لعقود طويلة، فهو شعب صادق صاحب مروءة ونخوة يتأفف بل ينبذ السرقة والتسول والتغول والاعتداء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، ختاما وإلى أن نلقاكم الأسبوع القادم مع برامج جديدة ومتنوعة، ابقوا بخير وتصبحون على خير.